ايه اللي هيحصل لما اسم النادي الأهلي يترفع في أكبر بطولة للأندية في العالم؟ مش بس حلم، دي حقيقة قربت تتحقق. تعالوا نعرف الحكاية. أنا أحمد طه، معلق صوتي. الناس كلها مستنية حاجة واحدة، النادي الأهلي سيد أفريقيا، وهو بيمثلنا في كأس العالم للأندية. البطولة دي مش مجرد مباريات، دي منصة عالمية، وكل العالم هيبص على فريقنا. تعالوا نرجع خطوة ونسأل نفسنا، الأهلي إزاي وصل؟ وإيه اللي مستنيه هناك؟ خلونا نشوف. الأهلي هيلعب أول مباراة مع إنتر ميامي صاحبة الأرض والجمهور، وكمان ماتش الافتتاح، ودي حاجة في حد ذاتها تخليك فخور بالنادي الأهلي. الأهلي دايما عودنا إنه بيظهر وقت الجد، وده مش أول مرة يشارك في البطولة. شارك قبل كده 8 مرات، وحصد المركز الثالث 3 مرات. أرقام تخليك فخور. السنة دي الفريق عدى تحديات صعبة في دوري الأبطال، وقدم أداء عالمي قدام أكبر فرق القارة. السنة دي البطولة مختلفة، الأهلي هيواجه أبطال من كل قارات العالم، وكل ماتش هو اختبار جديد لقوة وشخصية الفريق. طبعا مش هينفع نتكلم عن النادي الأهلي من غير ما نتكلم عن الجمهور. جمهوره ده حماه. جمهور الأهلي هو السلاح السري، سواء في المدرجات أو ورا الشاشات. المساندة دي بتدي للفريق طاقة مش طبيعية، والبطولة دي مش بس للأهلي، دي لكل المصريين وكمان العرب. النادي الأهلي رايح يمثل مش بس نفسه، لكن شعب كامل واسم كبير في كرة القدم. هل هيقدر يكتب فصل جديد في التاريخ؟ الإجابة عند الفريق، واحنا دورنا نشجع ونقف وراه بكل قوة. خليكم مستعدين، لأن الأهلي رايح يرفع الراية في كأس العالم للأندية، والقصة لسه بتبدأ. لو حابب تعرف أكتر عن مواعيد المباريات وتحليلات عن فرص الأهلي، ما تنساش تتابعنا، وخليك نعيش الحلم مع بعض. الأهلي نادي القرن، وهيفضل طول عمره مصدر فخرنا. كان معكم فيسوفر أحمد طه. ما تنساش اللايك والشير، وكمان إعجابك بالصفحة. شكراً.